هقولك على اكتر اماكن مغرية في جسمك ترسمي فيها حنة، وهقولك لو انتي عروسة ترسمي ايه وفين، ولو متجوزة بقالك فترة ترسمي برضو ايه وفين. ركزي معايا لان بجد محدش هيقولك الكلام ده خالص، وانتي متسمعيش كلام حد ومترسميش كده عشوائي، ولا تسمعي كلام الكوافيرة ولا واحدة صاحبتك، ولا تسمعي كلام نفسك اصلا. اللي انا هقولك عليه هو فعلا الخلاصة والمفيد، فانتي اسمعيني للاخر ومتمليش خالص، لان حرفيا لو رسمت في الاماكن اللي انا هقولك عليها هو جوزك هيتهبل. اول مكان وده كل الرجاله يعني بتعشق المكان ده جدا، هو الرسمه اللي بتكون اخر الظهر، اللي هي اخر العمود الفقري كده وبدايه التوتة. انت اكيد فاهماني وصلك المكان ده. مكان جامد بجد، اما اتجوز هرسم في المكان ده لان فعلا هو جامد ومثير قوي. فانتي طبيعي واكيد يعني ليكي حرية الاختيار ترسمي فيه او لا، بس انا بعرفك ان هو مكان فعلا مثير قوي. لو رسمت فيه هيبقى احسن من انتي ترسمي بقى على ايدك اللي هي ملهاش لازمة مفيهاش اي اثارة. وعايزاكي تاخديها قاعدة، انتي دلوقتي عرفتي المكان. طبعا تاني حاجة مهمة، هتبقى عايزة تعرفي الرسمة هتبقى ايه، يعني اكيد مش هترسمي فراشات وورد بس تمام. والقاعدة اللي انا عايزاكي تاخديها ان المكان اللي الناس ممكن تشوفه هتعملي فيه رسمة، انما المكان اللي جوزك بس اللي هيشوفه ده تكتبي فيه. هتكتبي فيه ايه هقولك بعدين. ولو انتي متجوزة فانا منزلة كورس ديرتي توك هيفرق معاكي جدا، هعلمك فيه كلام تقوليه قبل وبعد واثناء العلاقة، كلام هتخلي جوزك يولع بسببه. مستنية ايه؟ ابعتيلي كلمة كورس وهبعتلك التفاصيل.